الاي بي ايز من اهم المفاهيم اللي لازم اي حد شغال في مجال السوفت وير ديفلوبمنت يكون فاهمها كويس جدا. ايه هي الاي بي ايز وازاي بنستفيد منها في مجال السوفت وير ديفلوبمنت؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. علشان نفهم يعني ايه اي بي ايز تعالى ناخد مثال حلو جدا. دلوقتي انا هفترض ان انا مثلا عندي موقع زي سوق.com. موقع سوق.com دوت عايز يسمح للمستخدمين بتوعه ان هم يعملوا لوجن عن طريق الفيسبوك. يعني لو انت فيسبوك يوزر تقدر تدخل على سوق.com. فدلوقتي سوق.com ده ابلكيشن وفيسبوك ده ابلكيشن تاني. الابلكيشن بتاع سوق.com محتاج يتواصل مع الابلكيشن بتاع الفيسبوك علشان يتاكد ان المستخدمين دول اوريدي فيسبوك يوزرز، صح؟ حلو. فين هنا دور الاي بي ايز بقى؟ يقوم الفيسبوك عامل لنفسه واجهه، عامل لنفسه انترفيس كده، سوق.com يكلم او يتواصل مع الفيسبوك من خلال الانترفيس ديت. الفيسبوك ده ابلكيشن بيعمل لنفسه انترفيس علشان اي ابلكيشن تاني حابب يتواصل معاه او ياخد منه داتا او يتواصل معاه عن طريق الاي بي ايز ديت او عن طريق الابلكيشن دوت. علشان كده API stands for Application Programming Interface، واجهة برمجية لابلكيشن معين. الابلكيشن هنا هو الفيسبوك والواجهة بتاعته هي الاي بي اي اللي احنا بنتكلم عليها. تعال ناخد مثال تاني. دلوقتي هفترض ان انا عندي مثلا ابلكيشن زي اوبر عايز يستخدم ابلكيشن تاني زي جوجل مابس علشان ياكسس المابس بتاعته. فكده اوبر هيستخدم الاي بي ايز بتاع جوجل مابس. يبقى كده جوجل مابس لازم يقدم اي بي ايز علشان اي ابلكيشن تاني يقدر يستخدمها ويتعامل معاه. لو قست بقى بكده هتلاقي ان اي ابلكيشن علشان يتواصل مع ابلكيشن تاني محتاج اي بي اي في النص علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. قيس بكده كمان، معلش لو خدنا مثال تاني هنفترض مثلا ان انت بتعمل ابلكيشن على الويندوز، فانت محتاج تستخدم الويندوز اي بي ايز او تتعامل مع الويندوز اي بي ايز علشان تقدر مثلا تاكسس الفايل مانجمنت وليكن الموجوده على الويندوز نفسها. طيب لو انت عندك ابلكيشن على الويندوز مثلا، الابلكيشن دوت عايز يتعامل مع ابلكيشن الصور مثلا اللي موجود في الويندوز او اللي موجود في الاندرويد. يعني انت لو نزلت ابلكيشن عندك على الموبايل والابلكيشن دوت محتاج يتعامل مع الجاليري بتاعك اللي موجود على سيستم الموبايل اللي عندك، فكده الابلكيشن اللي انت نزلته ده محتاج يتعامل مع الاي بي اي بتاع الجاليري بتاعك علشان يقدر ياكسس الصور اللي موجوده جواه ويستخدمها. ممكن كمان تفكر بالفكره ديت ان احنا مش بس تو ابلكيشنز بيتواصلوا مع بعض، احنا ممكن يبقى عندنا سيستم كبير، السيستم دوت نقسمه لاجزاء ونتواصل عن طريق الاجزاء ديت او نتواصل من خلال الاجزاء ديت عن طريق الاي بي ايز. يعني كل جزء في السيستم يكلم الجزء الثاني عن طريق اي بي اي. ودي حاجه مهمه جدا وهتخلي تصميم السيستم دي حاجه سهله جدا او حاجه مريحه جدا، وخصوصا لو قدرت تغير في الكور بتاع الاجزاء ديت من غير ما تغير الاي بي ايز نفسها. كل دي مفاهيم تفهمك اكتر او امثله تفهمك اكتر يعني ايه اي بي اي. طيب اخر حاجه بقى، في كونسبت تاني برضو بنسمعه كتير اسمه ويب سيرفيس. ايه الفرق ما بين الويب سيرفيس والاي بي اي؟ الفرق الوحيد ما بين الويب سيرفيس والاي بي اي هي ان الويب سيرفيس اي بي اي بس بتحتاج نتورك علشان تشتغل. يعني ايه ببساطه؟ يعني اي ويب سيرفيس في الدنيا هي اي بي اي، بس مش اي اي بي اي هي ويب سيرفيس. ليه؟ علشان الويب سيرفيس هي اي بي اي بتحتاج نتورك، بتحتاج اتش تي تي بي بروتوكولز مثلا علشان تشتغل. يعني لو انا عندي تو ابلكيشنز في جهازين مختلفين، في 2 ماشين مختلفين، وكل واحد منهم عايز يتعامل مع واحد تاني، فاحنا محتاجين نتورك يعني بين الجهازين دول، صح كده ولا لا؟ يبقى احنا كده بنعمل ويب سيرفيس. ده الويب سيرفيس وده الويب اي اي، وده كان موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.